هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن المسلسل الكوري ويك هيرو كلاس 1، بطل الصف الاول الضعيف سيزون 1. طبعا هقول لكم القصة سريعا، وهقول لكم برضو الإيجابيات والسلبيات، والمسلسل عجبني ولا لأ، وتقييمي ليه برضو زي ما احنا متعودين. المسلسل تصنيفه مدرسي ودراما وكمان أكشن. عدد الحلقات 8 حلقات. المسلسل من بطولة باك جي هون وشو هيون وو وهونغ كيون تقريبا. الأسماء صعبة. حاولت على قد ما أقدر، وكل شوية أنسى برضو، يعني مفيش فايدة. فالمهم، قصة المسلسل. طبعا أنا أول ما قريت اسم المسلسل الأول فكرت إن البطل ضعيف، يعني الممثل اللي عامل البطل ضعيف في الضرب يعني وكده، وبينضرب وكده. طلع الموضوع مش كده. طلع الموضوع إن هو ضعيف بدنيا، يعني شكله ضعيف، يعني هزيل يعني هو مش في القوة، هو في الجسمانيا، يعني فاهمين. فالمسلسل بيتكلم عن الأول إن البطل متفوق في دراسته، بس هو وحيد، يعني ما عندوش أصحاب في المدرسة، وكمان أهله وحيد في بيته يعني. بابا دايما بيسافر، ومامته وابوه منفصلين، ومامته مش موجودة في حياته أصلا، فهو وحيد في البيت ووحيد في المدرسة. فبيحصل بيتنمروا عليه، وهو بيفضل ماسك أعصابه، وكل مرة اللي بيتنمر عليه ده بيقول له، يعني كأنه بيديله تحذير، المرة الجاية مش هسكت يعني. فلحد ما نكتشف يعني ان هو جواه قوة وجواه طاقة، يعني هو صبر كتير، وفي الاخر طلع كل طاقته وعصبيته وكل حاجة عليهم، يعني ان هو بيعرف يضرب اصلا. بس طبعا هيساعده الشخص اللي هيتعرف عليه يعني في المدرسة، اللي هو اسمه سومو، وهيجي طالب من مدرسة تانية، وهيبقوا الثلاثة دول بيست فريند يعني. فهيحصل حاجة ما، يعني حاجة هتحصل هتخلي شخص منهم يتمرد على أصحابه أو يبقى ضدهم. دي قصة المسلسل باختصار يعني. بالنسبة بقى الإيجابيات الأبطال الكاست كله عموما الصراحة نادرا لما بنلاقي مسلسل الكاست كله فخم، فهو اختيار الكاست للشباب عموما حلو قوي. البطل تمثيله تحفة. طبعا أنا كنت شايفة له مسلسل قبل كده، بحط لكم صورته، فأبهرني طبعا بتمثيله، وأبهرني هنا كمان أكتر بكتير، كمان تمثيله تحفة، خصوصا في آخر مشهد أبدع الصراحة. والصدمة إن هو أيدول، وطبعا عارفين الأيدول أكتر هم ما بيعرفوش يمثلوا، بس هو تمثيله الصراحة تحفة يعني. والبطل التاني برضو اللي هو عامل دور سوهو، طبعا أكتركم عارفينه من البطيخ المتلقلق. فحبيت دوره، تحفة دوره تحفة كمان. ممكن كمان أحلى من دور البطل كدور. وتمثيله كمان كان كويس. والبطل التالت برضو تمثيله برضو، أنا أول مرة أشوفه الصراحة. تمثيله عجبني برضو، وكمان قصته مؤثرة يعني. ده بالنسبة للإيجابيات أول حاجة يعني. تاني حاجة، علاقات صداقاتهم كانت حلوة قوي، كان نفسي أشوف منها أكتر، وده هتكلم فيه في السلبيات. كان نفسي أشوف مشاهد أكتر يعني، بس علاقتهم كلهم كانت حلوة. الأحداث سريعة، وعدد الحلقات 8 حلقات يعني، والتوقيت بتاع الحلقة كمان قليل، فانتوا هتجيبوا طبق الاندومي، هتاكلوا الاندومي، هتلاقي المسلسل خلص خلاص. انا تقريبا يعني انا المسلسل ده انا شفته في يوم، يعني في يوم مش كامل، يعني هو وقت صغير خالص، فالمسلسل عجبني قوي. طيب بالنسبة للسلبيات، هل في سلبيات؟ طبعا مفيش، يعني دايما بالنسبة لي تلاقوا مسلسل فيه سلبيات يعني بسيطة يعني، بس هو المسلسل ده إيجابياته أكتر من سلبياته. أول حاجة الضرب فيه كتير، يعني أوفر، يعني ضرب فيه كتير قوي. كانوا ممكن يقللوا من الضرب بإنهم يظهروا علاقتهم بشكل أكتر يعني. أنا كان نفسي أشوف علاقتهم أكتر من كده، يعني كان نفسي أشوف عمق العلاقة ما بين البطلين بالذات، لأن هو يخليه إنه يروح ينتقم. في حرق هنا في حرق بس صغير.
ان هو يروح في الاخر ينتقم لصاحبه منهم، ويسبب عاهات لاصحابه وعاهات للي في المدرسه يعني، عشان فكان نفسي يبين له عمق العلاقه اكتر من كده، عشان يقول فعلا يعني يستاهل ان هو يضحي بالشكل الكبير ده، سواء البطل التاني او البطل الاولاني. كمان يعني ما ذكرولناش ايه سبب تمرد البطل الثالث عليهم او على سوهو بالذات، يعني اشمعنى سوهو. بس الصراحه انا فكرت في الاول ان هو ممكن يكون بيحبه بالشكل التاني، بس ممكن اما قعدت افكر يعني قلت هو بسبب طبيعته في البيت، التعذيب اللي بيشوفه وكان متعلق بيه، فهو حس ان البنت دي هتاخده منه بس كصداقة يعني. ده اللي انا يعني حاولت اقنع نفسي بيه، او هو ده اللي شفته يعني. برضو بدور مش لاقي سبب برضو يعني، حتى ولو طب ما هو معاه صاحب تاني اللي هو البطل، يعني البطل ليه ما يغارش زيك يا استاذ؟ ما هو انتوا التلاتة سوا، يعني حتى لو ظهر شخص، طب مش معنى ما بتغيرش على البطل منه، يعني اشمعنى السوق بالذات اللي غيرت وحطه في دماغك وقلبت عليه؟ يعني كان نفسي يبينه هو ليه انقلب عليه بشكل واضح وصريح علشان يفهم يعني. ده اللي كان نفسي فيه يعني. بس فانا قلت لكم ان هو ما فيهوش سلبيات، هو بس حتى يعني الضرب برده مش اوفر زي السيزون الثاني، هنتكلم عن السيزون الثاني برده قريب. فسلبياته تكاد تكون مش موجودة يعني. فتقييمي طبعا ليه 10/10، علشان هو الأحداث بتاعته سريعة وعدد حلقاته كمان صغيرة، فعشان كده يعني ايه اديته 10/10 بس. الحلقة ليه خلصت بسرعة؟ المهم ما تنسوش طبعا تعملوا لايك واشتراك، وتكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي اكتر حاجة عجبتكم وايه اكتر حاجة ما عجبتكمش، وتقييمكم ليه برضو، واستنوني في مسلسل جديد. باي.